السلام عليكم. عاملين ايه يا بريبتو؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. يلا بينا نكمل تقييمات الأسبوعية ونشوف performance نمبر 6 بيتكلم عن ايه. performance نمبر 6 بيتكلم عن الفاكتورايزيشن. يلا بينا كده نشوف كده. أول حاجة بيقول لي answer the following questions factorize the following completely. تعال نشوف كده امتى نعمل فاكتورايز عادي نفتح تو براكتس، وامتى نعمل الايه السيزر بتاعنا. يلا بينا. انا عندي هنا اول حاجه عندي نمبر 1 بتقول لي اكس بار 2 بلس 7 اكس بلس 12. ده هنا ما عنديش كوفيشن للاكس بار 2. تمام، متشكرين جدا. هنعمل ايه في الحاله دي؟ مش هعمل غير ان انا هفتح تو براكتس. تمام، احط واحد فيه اكس والتاني اكس برضه. تمام، وبعدين اروح اسال السرد ترم. انا عندي هنا بلس ولا ماينس؟ عندي بلس. البلس تقول لي ماليش دعوة بالساين بتاعتكم، انت تروحي تاخدي الساين بتاعة الميدل وتحطيه في التو براكت. يبقى انا عندي البوزيتيف ملهاش شخصية. بتعمل ايه؟ بتروح للايه الميدل ترم وتقول له انت عندك ايه بوزيتيف، حطه لي في التو براكت. طب يعني يا ميس هو لو كان موجود هنا عندي نيجاتيف كنا هنحط في التو براكت نيجاتيف. وابتدي اعمل فاكتورايزيشن لل 12. خدوا بالكم بعمل فاكتورايزيشن وهاخدها بالساين بتاعتها، هقول لكم ليه دلوقتي. ال 12 عبارة عن ايه؟ من اول تيبل وانا حبايبي 1 تايمز 12، 2 تايمز 6، 3 تايمز 4. تمام، البلس بتاعتها هستفيد منها في ايه؟ هعمل ليهم كلهم بلس. الفاكتورز بتاعتهم بلس. 1 بلس 12 equals 13، 2 بلس 6 equal 8، 3 بلس 4 equal 7. هشوف بقى عندي الميدل ترم which one في الفاكتورز دي. ده انا عندي هنا الميدل ترم 7، فانا هاخد مين؟ مين اللي كان الصم بتاعه 7؟ ال 3 وال 4. هحط الثري في اي مكان والفور في اي مكان. ليه؟ لان انا عندي في التو براكتس ايه سيم ساين، نفس الساين، فبتاعتي ايه؟ فالنمبرز مش هيفرق مين موجود هنا ومين موجود هنا. تعال نشوف كده نمبر 2. طيب هو احنا عندنا اي بي سي فاكتورايز ايه؟ اي بي سي فاكتورايز اول حاجه نعمل ري ارينج. لو هي مش معموله ري ارينج هرتبها حسب الاعلى باور وبعد كده الاقل في الاقل. تمام، دي كده اول حاجه. نمبر 2 عندنا بشوف الكومن فاكتور، يا ترى في هنا عندنا كومن فاكتور بين الثري تيرمز ولا لا. يبقى احنا عندنا اول حاجه ري ارينج، تاني حاجه بنشوف الكومن فاكتور. لو في كومن فاكتور باخده الاول وبعد كده اعمل فاكتورايز. تمام. طيب هنا عندي common factor between three terms. yes. احنا عندنا هنا الطول. طب لو هنعرف ازاي؟ هجيب الايه الجريتست common factor ما بينهم، يا اما اعمل فاكتورايزيشن يا اما هسأل نفسي انا عندي هنا اصغر نمبر مين؟ ال2. تنفع ال 16 divided by 2؟ تنفع ال 30 divided by 2؟ يبقى انا عندي ال2 is a common. وبعدين هفتح براكت وبعد كده بعمل فاكتورايز في الاخر خالص. يبقى انا هنا عندي مفيش حاجة تانية كومن. مفيش. هنا في اكس وهنا في اكس، هنا ما عنديش اكس. لازم يكون الكومن فاكتور ما بين كل الترمز، لازم يكون موجود عندهم كلهم. تمام، فانا هنا هعمل ده divided 2 هيدينا x بار 2 divided 2 يدينا نيجاتيف 8x divided 2 هيدينا 15. ابتدي اعمل بقى فاكتوريز اللي جوه البراكت. بقى كده عندي اللي جوه البراكت ما عنديش كوفيشن للاكس بار 2. تمام، يبقى هفتح 2 براكت عادي. ما ننساش الطول اللي بره دي حبايبي عشان دي بتتنسى. وهفتح 2 براكت، واحد اكس والتاني برضو اكس. عندي مين هنا السرد ترم؟ عندي بوزيتيف. تقول لي برضو ملهم، احنا عارفين ملهاش شخصية. بتروح تعمل ايه؟ قال لي روح اسألي الميدل ترم انت عندك ايه وحطيه في التو براكتس. عندي هنا نيجاتيف فانا هحط في التو براكت نيجاتيف. وال15 اعمل لها فاكتورايز. 1 تايمز 15، 3 تايمز ال 5. عايز السم ولا الديفرنس؟ عايز السم. السم هنا 16 والصم هنا كام؟ والصم هنا 8. اشوف بقى عندي مين الميدل تيرم. الميدل تيرم هنا 8. يبقى انا هاخد دول كده احط عليهم فريم عشان دول اللي هاخدهم. احط 3 هنا وال5 هنا، لان عندي ايه في اي مكان عادي لان هما الاتنين سيم ايه ساين. طيب تعال نشوف كده نمبر 3. نمبر 3 مختلف عنهم في ايه؟ ده انا عندي هنا كوفيشن نيجاتيف 1. ما ده مفيش حاجه يبقى هنا نيجاتيف 1. طب اعمل ايه في النيجاتيف دي؟ مش مستحب ان احنا نخلي النيجاتيف دي بخلص منها اول ايه في الاول خالص. هعمل ايه؟ هطلعها بره وبعدين هغير الساين بتاعتهم كلهم. يبقى انا هعمل ايه يا حبايبي؟ هاخدها از كومن
وبعدين اغير الساين بتاعت الاولاني، بدل ما هو نيجاتيف هيبقى بوزيتيف، التاني كان ايه بوزيتيف يبقى نيجاتيف، التالت بوزيتيف هيبقى نيجاتيف، وابتدي اشتغل بقى خلاص كده عادي. بس ما ننساش ان عندي في نيجاتيف بره البراكت، هاخد النيجاتيف زي ما هي انزلها وافتح لي تو براكتس. ليه؟ انا عندي هنا ايه خلاص مبقاش في كوفيشن للاكس، الاكس باور 2، فهنا هخليها اكس واكس. وبعدين هاخد التين دي هعمل لها فاكتورايز، وما انساش هاخدها بالنيجاتيف. ليه؟ عشان هعمل ما بين الفاكتورز ايه ماينس. الله ينور عليكم. هعمل كده عندي 1 تايمز 10، 2 تايمز 5، وهعمل ما بينهم ماينس. هنا هيدينا 9 وهنا هيدينا 3. هاخد which one؟ ده انا عندي هنا الميدل ب 3، يبقى انا هاخد ال 2 وال 5. طب ما قلتلناش يا ميس الساين هعمل فيها ايه؟ ده هنا عندي في الايه في السرد ايه نيجاتيف. السرد بقى كده لما يكون نيجاتيف يقول لي ايه؟ يقول لي حطي واحد بلس والتاني ماينس. بس هنرجع برضو للميدل تيرم. ايه ده؟ هي كل مره هنرجع بس عند البوزيتيف ما كانش له شخصيه، بنرجع على طول الميدل على طول ونحطه في التو براكتس. لكن هنا النيجاتيف عنده شخصيه، بيقول له هتحطي بلس وماينس، براكت فيه بلس وبراكت التاني فيه ماينس. بس هتحطي النمبر الكبير، الفاكتورز الكبير، احنا خدنا ال2 وال5 ما ننساش. الفاكتورز الكبير احطه عند الساين بتاعه الميدل، يبقى عمل شخصية هنا برضو للميدل ما لغاهوش خالص. يبقى هنعمل ايه؟ هنحط النمبر الكبير عند الساين بتاعت مين؟ بتاعت الميدل. الساين بتاعت الميدل نيجاتيف، احط عندها الايه البيجست فاكتور اللي هو الفايف، واحط التو عند مين؟ عند التاني. وكده خلاص خلصنا. طيب تعال نشوف كده نمبر فور بيقول لي ايه. نمبر فور بيقول لي اكس بلس الفور تايمز اكس بلس الثري ماينس 6. طيب دي كده انا هعملها ازاي؟ عندي تو براكت تايمز بعض، لازم الاول افكهم وبعد كده بعمل الفاكتورايزيشن بتاعتي. باخد ايه يا حبايبي؟ بعملها ازاي؟ باخد الاولاني مره تايمز الفيرست ومره تايمز السكند، بعمل له ديستريبيوشن. بس انا هعمل كل ترم في البراكت الاولاني بعمله ديستريبيوشن على البراكت التاني. يبقى هنا هعمل اكس تايمز الاكس هيدينا اكس بار 2، وعندي اكس تايمز 3 هيدينا 3 اكس بالبوزيتيف. تمام، خلصنا من الايه من الاولاني. هناخد التاني ده بوزيتيف، خلاص تمام. هتعمل له برضو ديستريبيوشن مره تايمز الاكس ومره تايمز 3. 4 تايمز الاكس يدينا بلس 4 اكس، 4 تايمز 3 هيدينا 12. هبتدي اعمل سمبليفاي. مين اللايكس اللي عندي؟ ده انا عندي هنا 3 اي اكس وال4 اكس يدينا كام هما الاتنين مع بعض؟ 7 اكس. يبقى هيبقى اكس باور 2 بلس ال 7 اكس بلس ال 12. بقت كده عبارة عن ايه؟ اقدر كده اعمل لها فاكتورايز، اقدر اعمل لها فاكتورايز. هبتدي اعمل ايه بقى كده؟ عندنا هقول له هنا اهوت هفتح تو براكتس اللي احنا متعودين عليه، واحد اكس والتاني اكس. عندي هنا الثيرد ترم بوزيتيف، تقول لي ما هي ملهاش شخصية، تروح تقول لي خدي الساين بتاعة الميدل حطيها في التو براكت. تمام، وبعدين هعمل فاكتورايز لل 12. 1 تايمز 12، 2 تايمز 6، 3 تايمز ال 4. وهعمل لهم بلس ولا ماينس؟ ده انا عندي هنا بلس، هعمل لهم بلس. ده هيدينا 13، ده كده هيدينا 8، ده هيدينا 7. ده انا هاخد مين كده؟ ال 3 وال 4. تمام، هحط اي واحدة هنا واي واحدة هنا. طيب تعال نشوف بقى كده الكلام ده لو ما كانش فيه كوفيشن للاكس، او لو كان فيه وخدناه كايه ككومن. لكن هنا ما ينفعش ولا كومن ولا نعمل ايه كمان، ولا لازم يكون عندي هنا ايه في كوفيشن. في الحالة دي بنعمل ايه يا حبايبي؟ بضطر ان انا اعمل ايه السيزر بتاعي. طيب هنعمل هنا نمبر 1 السيزر بتاعنا عندنا هنا فيش كومن، لا ده هنا 3 و14 وايه 15. ال 15 تنفع، ال 14 مش هتنفع. فهعمل السيزر بتاعي. طيب السيزر بتاعي بنعمل فيه ايه؟ بعمل فاكتورايز لده وفاكتورايز لده. فاكتورايز لل3 هتبقى 1 تايمز 3، يبقى انا عندي 1 اكس وايه و3 اكس في السايد ده. تمام، السايد التاني هحط فيه مين؟ الفاكتورايز بتاع ال 15. ال 15 عبارة عن كام؟ عبارة عن 1 تايمز ال 15 و 3 تايمز ال 5. دايما بناخد الصغير وبعد كده لو ما نفعش ناخد الكبير. يعني هاخد ال 3 وال 5، لو ما نفعش هعمل ايه؟ هاخد ال 1 وال 15. طيب نعمل كده يلا. عندنا ايه؟ بنعمل التايمز ازاي؟ نفتكر كده السيزر كنا بنعمله ازاي. بمشي من الليفت للرايت، يبقى 1 تايمز 5 equal 5x.
3x تايمز 3 يدينا كام؟ 9x. عايز بلس ولا ماينس؟ ايه ده؟ برضه هنشتغل برضه بلس ولا ماينس؟ اه طبعا السيرد ترم عندي بلس، فانا هعمل له بلس. هيدينا 14. ايه ده طلعت بسرعة اهي. فعلا عندنا الميدل ترم بكام؟ ب 14. يبقى انا عندي البراكت الاولاني، خدوا بالكم بقى لسه هحط الساين ما حطيناهوش. عندي هنا الايه؟ احنا عارفين السيرد ترم يبقى بوزيتيف، بيقول لي ماليش دعوه، راح خد ايه الساين بتاعت الايه الميدل، حطها في التو براكت. يبقى ده هياخد بلس وده هياخد بلس. يبقى البراكت الاولاني هيكون اكس بلس ال 3، والبراكت التاني هيكون 3 اكس بلس الايه؟ بلس ال 5. دي كده نمبر 1. تعال نشوف كده نمبر 2 هنعمل فيها ايه. يلا بينا نمبر 2. ادي كده دي كانت نمبر 1. نعمل نمبر 2 كده جنبها. هنعمل السيزر بتاعنا ولا نشوف الاول كومن؟ لا، نبص الاول على الكومن. لا مفيش هنا، الفور هنا ملهاش علاقه بالناين. فهنعمل السيزر بتاعنا. هنا عندي الناين عباره عن كام؟ عباره عن 1 تايمز 9 و3 تايمز 3. هناخد مين فيهم؟ ناخد الصغيرين الاول نجربهم، لو ما نفعش ناخد الكبير. يبقى هعمل ايه؟ هعمل 3x و3x. تمام. والفور برضو عبارة عن 1 تايمز 4 و2 تايمز 2. ناخد التو الأول تايمز التو ونشوف. لو نفع تمام، ما نفعش خلاص. بقى اشتغل منين يا حبايبي؟ من الليفت للرايت. يبقى 3x تايمز التو هتيكوال كام؟ هتيكوال 6x. وعندي نفس الكلام 3x تايمز التو هتيكوال 6x. بلس ولا ماينس؟ ركزوا بقى كده معايا هنا. اه ده انا عندي هنا في السرد ترم نيجاتيف، فانا هعمل ايه؟ هعمل ما بينهم ماينس. هيدينا زيرو. مش هينفع. طب لو بدلنا ده او بدلنا ده، هيبقى هي انا عندي هنا 2 هنا 2. لو بدلناهم هيبقى هي نفس المنظر، فمش هيفيد كتير. طيب تعال نخلي بقى الفور ديت. نخلي الاول الفور دي نخليها 1 تايمز 4 ونجربها. لو ما نفعش نبقى نشوف ال1 والايه وال9 في السايد التاني. يلا بينا ال1 وال4. هعمل 3 تايمز الاكس يدينا كام؟ 3 سوري 3 اكس تايمز ال4 يدينا 12 اكس. 3x تايمز ال1 يدينا 3x. عايز الايه؟ احنا قلنا عايز الماينس، ما ننساش. هيدينا كام؟ هيدينا 9x. طب ما دي كده مظبوطه يا مس، ده كده الميدل. ده كده الميدل. خلاص الحمد لله كده وصلنا بسرعه. بس ناقص نحط بقى الايه الساين بتاعتنا. لان احنا عندنا هنا النيجاتيف في السرد بتقول لي ايه؟ حط واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. تمام. الكبير الفاكتور الكبير بيتحط ايه؟ بيتحط الساين بتاعة الميدل عند الساين بتاعة الميدل. طب انا اعرف الفاكتور الكبير ازاي؟ يلا بينا نشوف كنا هنعملها ازاي هنا. هنعمل الايه؟ احنا عندنا عملناها ازاي؟ التايمز 3 اكس تايمز الفور. خدنا من الليفت للرايت. هو ده كده الكبير ولا 3 اكس تايمز ال1؟ لا، ده انا عندي 3 اكس تايمز الفور هي الكبيرة. همشي من الليفت للرايت واعمل الهوك بتاعي. تمام. احط الساين هنا بتاعت مين؟ بتاعت الميدل. الميدل هنا عندي ايه؟ عندي نيجاتيف. يبقى انا بشوف مين الفاكتورز الكبيره لما عملنا لهم تايمز. مين الكبير واعمل الهوك بتاعي واحط النيجاتيف. التاني خلاص بقى هيبقى بوزيتيف. يبقى انا عندي البراكت الاولاني اللي فوق هيبقى 3x بلس ال1، والبراكت التاني هيبقى 3x ماينس ال4. ادي كده نمبر 2. تعال نشوف كده نمبر 3. نمبر 3 عندنا هنا بيقول لي 3x باور 4 ماينس ال 11x بلس الايه بلس ال 6. لا ثواني كده، في كومن فاكتور؟ لا هو ما فيش كومن فاكتور. بس ايه يا ميس هنا عبارة عن 3x باور 4؟ طب ما هي باور 4 تتفك بايه؟ x باور 2 x باور 2. يبقى انا هعمل السيزر بتاعي. تمام. وهعمل فاكتورايز لل 3 عبارة عن كام؟ لسه كنا عاملينها من شوية ب 1 تايمز 3. يبقى هخلي واحد x باور 2 والتاني 3x باور 2. هعمل فاكتورايز لل6. تمام. ال6 عبارة عن كام تايمز كام؟ عبارة عن 1 تايمز 6 و2 تايمز 3. قلنا هناخد الصغير الاتنين الصغيرين الأول. 2 و 3. هبتدي أعمل x باور 2 تايمز 3. هيا بنمشي من الليفت ما ننساش. ده تايمز ده يدينا كام؟ 3x باور 2. طيب وده تايمز ده يدينا كام؟ 3x باور 2 تايمز 2
يدينا 6x بار 2. هعمل لهم بلس ولا ماينس يا حبايبي؟ هعمل لهم بلس. هيدينا كام؟ هيدينا 9x بار 2. لا ده كده مش الميدل، لا ده مش الميدل بتاعنا، الميدل بتاعنا هيبقى 11. طيب هنعمل ايه قبل ما اجرب ال1 وال6؟ لا احنا هنعمل اكستشينج لدول لانهم مش نفس النمبر. ده هنا 2 و 3، ممكن ابدل اخلي 3 فوق وال2 تحت ونشوف يا ترى هيدينا ايه. طيب نجرب كده، 3 تايمز 3 هيكوال كام؟ هيكوال 9. تمام، و2 تايمز الايه اكس بار 2 تايمز ال2 يدينا كام؟ 2x. طيب الصم بتاعهم هيدينا كام؟ الصم بتاعهم هيدينا 11x بار 2. اه طب ما هي مظبوطه، دي كده نفس الميدل. اه يبقى احنا كده تمام. ابتدي بقى كده احط الساين بتاعتي، احطها ازاي؟ اه ده انا بروح للايه، للثيرد ترم. الثيرد ترم عندي ايه؟ بوزيتيف، والبوزيتيف احنا قلنا ملوش شخصيه. يروح يقول لي شوف ايه، شوف الساين بتاعه الميدل، حطيها في التو براكت. عندي الساين بتاعه الميدل ايه هنا؟ اه ده انا عندي هنا نيجاتيف، فانا هحط عند الاتنين ايه؟ عند الاتنين نيجاتيف. يبقى انا هنا هتبقى نيجاتيف وهنا نيجاتيف. يبقى البراكت الاولاني اكس بار 2 ماينس 3، والبراكت التاني هيبقى 3 اكس بار 2 ماينس 2. وكده فهمنا ازاي نعمل فاكتورايز لما ما يكونش عندي كوفيشن للاكس، ولما بيكون عندي ايه، كوفيشن للايه، للاكس. طيب تعال نشوف كده حاجة جديدة، نفس الفكرة بتاعت الفاكتورايز بس هنجيب حاجة اسمها solution set. طيب هجيبها ازاي ديت كده؟ يلا بينا كده نشوف. هنعمل فاكتورايز عادي. اول حاجة نعمل، احنا قلنا الاي بي سي فاكتورايز بنعمل ري ارينج. تاني حاجة شوف لو في كومن فاكتور. تالت حاجة الفاكتورايزيشن بتاعتنا. طيب دي كده يا ميس مش مترتبة، هعمل ايه؟ هرتبها الاول، وخدوا بالكم بنرتبها ازاي. عشان ارتبها باخد كل واحد بالساين بتاعته. يبقى ايه عندي؟ ايه الاكس باور 2 الاول، دي بوزيتيف خلاص، البوزيتيف في الاول مش بيتكتب. طب هنا 14 اكس دي بوزيتيف، يبقى 14 اكس ماينس ال 32. تمام، كل ده ايكوال ايه؟ ايكوال 0. ابتدي بقى نعمل فاكتورايز عادي. ده انا ما عنديش كوفيشن للاكس، قلنا بنفتح تو براكت، دي بتبقى سهلة خالص. وبرده ايكوال 0 ما ننساش. تمام، هنا عندي اكس وهنا عندي اكس، ما ننساش انا عندي السرد هنا نيجاتيف. يقول لي حطي لي واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، بس بشرط هتعملي ايه الجريتست ايه الجريتست فاكتور هنحطه عند الساين بتاعه الميدل. طيب دي كده 32، ده رقم كبير، نعمل فيه ايه؟ نعمل له فاكتورايز. 1 تايمز 32 و2 كمان. ايه ده 2 دي؟ هي لا احنا ما خدناش حاجه اسمها 2 تايمز حاجه. لا حضرتك هتشتغل على الكالكوليتر، ما دام ده ايفن نمبر بيتعمل هتعمله على الكالكوليتر. 32 ديفايدد باي 2 هتيكوال كام؟ هتيكوال 16. طيب في تيبل 3، لا مش في تيبل 3، في تيبل 4. 4 تايمز الايه، ال8. تمام. طيب انا عايز السم ولا الديفرنس؟ انا عايز هنا ايه حسب الساين بتاعت السرد، ما ننساش ديفرنس. عايز الديفرنس ما بينهم يدينا 14. مين الديفرنس ما بينهم يدينا 14؟ ده 2 تايمز ال 16. مين الكبير، ال2 ولا ال16؟ ال16. احطها عند مين؟ عند الساين بتاعت الميدل اللي هي مين؟ البوزيتيف. يبقى انا احط ال16 هنا وال2 هنا، وابتدي اكمل الفاكتورايز بتاعي. احنا لسه ما خلصناش، لا ده هو عايز سوليوشن سيت ما ننساش. واول ما يقول لي سوليوشن سيت احط تو بريسز. تمام. ليه؟ عشان الانسر لازم تكون فيها بريسز. وفايند ان وات ان ريل، عايز الريل نمبر يبقى اي نمبر عادي. الريلز كلها حتى لو كان روت كمان برضو معانا. هبتدي اقول له كده ان البراكت الاولاني ايكوال 0 والبراكت التاني ايكوال 0. يعني هقول له x بلس ال 16 ايكوال 0. هتروح ال 16 الناحية التانية، بدل ما هي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف 16. يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 16. بيلونج للريل، بيلونج للريل، يبقى السوليوشن سيت بتاعي هي ايكوال نيجاتيف 16. نبتدي ناخد البراكت التاني. البراكت التاني x بلس الايه، x ماينس ال 2. هودي ال 2 الناحية التانية تبقى بوزيتيف 2. يبقى الاكس ايكوال 2. ده بيلونج للريل. يبقى انا هقول له السوليوشن سيت بتاعي ايكوال كام؟ ايكوال 2. تمام. يبقى السوليوشن سيت بتاع ديت هيبقى هما الاتنين مع بعض. يبقى السوليوشن سيت هي ايكوال نيجاتيف 16 وكمان التو جوه تو بريسز. تمام. طيب تعال نشوف كده نمبر 6 برضو نفس الفكرة. هنا بس هنا يميس مش هعطيني زيرو، بس هعطينا ايكوال. ما ننساش الايكوال بتفضل زي ما هي. فانا هاخد كده المسألة دي كده، هاخدها احطها تحت.
هعملها هنا ونشوف هنحلها ازاي. يبقى احنا ما دام عندنا الايكوال موجوده تفضل زي ما هي. هدخل ال 28 بس جوه. هتدخل ازاي؟ بدل ما هي بوزيتيف هتدخل نيجاتيف. ازاي بقى يا ميس؟ مش احنا لو طلعنا من السايد ده ودينا السايد التاني بيكون عكس الريليشن؟ البوزيتيف بيبقى نيجاتيف والنيجاتيف بيبقى بوزيتيف. نفس الكلام برضو هنا لو جيت دخلته هيغير الساين. بدل ما هي بوزيتيف هتبقى ايه؟ نيجاتيف. يبقى هتبقى اكس بار 2 ماينس ال 3 اكس ماينس ال 28 هتيكوال ايه؟ زيرو. لازم الايكوال، او ما دام هو عطاها لي ايكوال تفضل زي ما هي ايكوال. وما دام هو عايز سوليوشن سيت اكيد هيبقى فيه ايكوال. ال 28 عباره عن ايه؟ يلا بينا. 1 تايمز 28 و2 تايمز ال 14. على الكالكوليتر هتشوف ده ايه. 28 ديفايدد باي 2 هيدينا كام؟ في تيبل 3؟ لا مش في تيبل 3. طب عشان اتاكد على الكالكوليتر 28 ديفايدد باي 3 لو اعطانا ديسيمال او فراكشن او روت يبقى مش في تيبل 3، لازم يدينا هول. طيب في التيبل 4 او 4 تايمز 7. تمام. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هجيب الديفرنس ما بينهم عشان عندي الثيرد ترم نيجاتيف، يبقى انا هعمل ماينس. الماينس ما بينهم يدينا 3. مين الماينس ما بينهم يدينا 3؟ الفور والسيفن. حط عليها فريم عشان هي دي اللي هاخدها. هبتدي افتح تو براكتس يعني انا ما عنديش كوفيشن للاكس. كل ده ايكوال 0. تمام. هنا عندي اكس وهنا عندي اكس. هنا عندي نيجاتيف في الثيرد، تقول لي حط لي واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. الكبير مين؟ الكبير الفور ولا السفن؟ السفن الكبير. احطها عند مين؟ احطها عند الساين بتاعة الميدل اللي هي نيجاتيف، واحط الفور الناحية التانية. يبقى انا عندي البراكت ده ايكوال زيرو والبراكت ده كمان ايكوال زيرو. يبقى اكس بلس الفور ايكوال زيرو. يبقى الاكس هت ايكوال كام؟ نيجاتيف فور. يبقى هنا عندي ايه؟ نخليها كده دلوقتي. وبعدين نجيب البراكت التاني. البراكت التاني x ماينس السفن equal 0. هودي السفن الناحية التانية تبقى بوزيتيف 7. يبقى الاكس equal 7. يبقى السوليوشن سيت هي equal كام؟ ده انا عندي نيجاتيف 4 و7 نحطهم مع بعض. نيجاتيف 4 و7. تمام. نيجي نشوف بقى هنا عايز ايه. find the positive integers value of b that make each of the following can be factorization. طيب الرولز بتاعنا حبايبي لازم نفتكر كده. الرولز بتاعنا هنا عايز الميدل ولا عايز مين؟ ده البي هنا في الميدل. تمام. نفتكر مع بعض الرول بتاع الميدل بيقول لي ايه؟ الميدل equal positive negative 2 root first times root third. ما ننساش الرولز يا حبايبي، لازم نحطه. طبعا ده احنا لو ما حطيناهوش ننقص. تمام. يلا بينا. positive negative 2 روت فيرست بكام؟ الفيرست بكام؟ باكس بار 2 يبقى الروت بتاعه هيبقى اكس. تمام. طيب وروت سيرد هي ايه بكام؟ بروت 6. ملهاش ايه؟ ايه ده يا ميس هي ملهاش ديت؟ لا ملهاش روت. حطها كده على الكالكوليتر روت 6 هيدينا روت 6 زي ما هي. هبتدي اعمل تايمز للنمبر مع بعض. هيدينا كام؟ هيدينا بوزيتيف نيجاتيف 2 روت 6 اكس. ايه ده؟ هو انا ينفع احط البيب كده؟ زي ما طلعت حطها بالظبط. انت حاطط الرول بتاعك تمام مظبوط. عامل سبستيتيوشن برضو مظبوط. اللي يطلع تحطه زي ما ايه؟ زي ما هو. طيب تعال نشوف هنا عندنا ايه بقى. ده هنا عايز البي هنا في الايه؟ في السرد. يلا بينا. هقول له الرول بتاع السرد ايكوال وات. افتكر كده مع بعض. الرول بتاع السرد ايكوال الميدل to the power 2 divided by الفور تايمز مين؟ ده هو عايز السرد يبقى تايمز الفيرست. كده نعمل substitution. ناخد بالنا احنا شغالين في لتر بي. احنا هنا خلاص خلصنا لتر A، هنا في لتر بي. يلا بينا. الميدل بكام هنا؟ 5x. نحطها كلها على بعضها. كلها على بعضها to the power 2. معلش بقى اعذروني البي دي اف مش مستقر. نيجي بعد كده عندي ايه؟ يلا عندي 4 تايمز الفيرست. الفيرست بكام؟ باكس باور 2 تايمز اكس باور 2. نميز بس نخليها كده صغننه كده عشان نبقوا شايفينها. تمام. عندي هنا هنعمل distribution للباور. هتبقى 5 to the power 2 equal 25 x باور 2. عندي تحت هتبقى 4 تايمز الاكس باور 2 يدينا 4 x باور 2. هنكنسل الاكس باور 2 راحت مع الاكس باور 2 يدينا كام؟ يدينا
25 over الفور. ايه ده يا ميس، هو ينفع نخليها كده؟ اه ينفع نخليها كده. هيدينا كام؟ 24 سوري 25 over الفور العكس. 25 over الفور. يبقى احنا حطينا كده الميدل تو ذا باور 2. تمام، يبقى 5x يبقى ادينا 25x باور 2. حطينا 4 تايمز الفيرست باكس باور 2. هتروح الاكس باور 2 مع الاكس باور 2 يدينا 25 اوفر الفور. عايزين نخليها از ديسيمال، نخليها از ديسيمال، بس خليها كده احسن. تمام، يبقى 25 اوفر 4. ايه ده، ينفع نخليها كده وتبقى فراكشن؟ تنفع تبقى فراكشن عادي، احنا مش قابلنا فاكتورايزيشن فراكشن، فعادي ما فيهاش مشكلة.